في 35 دقيقة لعب. تمشي على طول تاني فتح الله يميز عليها، هوبا خطيرة جدا خطيرة جدا، والهدف الأول. مش ممكن محمود فتح الله وعصام الحضري ما يتكلموش مع بعض، وخطأ كبير جدا جدا يكلف منتخب مصر هدف في مرمى عصام الحضري. إذا خطأ كبير جدا يقع فيه فتح الله، واكيد عصام الحضري كان لازم يتكلموا مع بعض. هنا محمود فتح الله والحضري، الحضري طلع، هل ممكن النهارده يعني يسأل عنه عصام الحضري ولا فتح الله؟ ادي الكرة بوجه القدم، وادي فتح الله، وادي الهدف الاول طبعا اللي دخل مرمى منتخب مصر بقى بخطأ دفاعي، وايضا يعني عدم هنا علاقة، طبعا ما فيهاش اوفسايد خالص، في خطأ كبير جدا. فتح الله مرجعها بشكل غريب تمام التمام فتح الله، وادي عصام الحضري، وطبعا الاهداف بتبقى اخطاء، وهنا الخطأ واضح جدا. محمد صلاح تبديل واداؤه قريب من وليد سليمان في الجبهة اليسرى، وهيبقى على شيكابالا في الجبهة اليمنى، وهيبقى على ابو تريكة، وادي الانطلاقة حلو، هدف عالمي. سلام عليك ولد، سلام عليك ولد، لعيب كبير. الله 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 الله، اكيد الهدف ده هيمتع الاستوديو التحليلي في قنوات دريم. لعيب كبير جدا، هل ممكن يكون فيها شك في اوفسايد ولا ممكن يكون هدف جميل؟ انما محمد صلاح ده هو امل الكرة المصرية. شوف الباصة وشوف الربط وشوف المساعد ما رفعش الرايه، انما شوف الكنترول يا حبيبي. ميسي ليونيل ميسي، هدف حلو زي ما انت عايز. شوف الكنترول يا جماعه، شوف اللاعب شيكابالا يا ولد، عليك يا شيكا، ايوه كده يا شيكابالا. شوف الكنترول يا جماعه، توقيفه ايه مش ممكن، توقيفه مغناطيسيه من محمد صلاح نجم نادي الافطيم الثاني. هم اللي غيروا مسار احداث لقاء منتخب مصر الودي امام المنتخب الاوغندي. الكره ملعوبه حلوه، فيها جمله جميله، في هدف مصر عالمي جميل. الله، مش بقول لحضراتكم هنجيب جول تاني، والهدف حلاوته من مين؟ حلاوته من الحلواني يا ابو تريكه. صبرت ونلت يا ابو حميد، صبرت ونلت يا حلواني. ممتاز يا ابو تريكه، الله عليك يا ابو تريكه. الله، الابتسامه دي بقى لي يجي شهرين ثلاثه ما شفتهاش، هي الابتسامه المعروفه. لما اشوف الجمله الحلوه من تمساح لتمساح اخر، من تمساح لتمساح الاهلي ومنتخب مصر. ابو تريكه بالراس الذهبيه، الراس المتبطنه باللحمه الجميله، اللحمه المصريه الممتازه بتاع ابو تريكه، حط الكوره بقيمه العظماء. اذا تمساح اللي كان يحلم في يوم من الايام يكون لاعب دولي، هو من عمل الكروس باص الجميل، جمله حلوه.